هلا بالربع، وراء كل رجل عظيم امرأة، هيك بيحكوا. لكن رغم انه ما في حدا يقدر يجزم شو اصلها، مرات بيحكوا نابليون، مرات بيحكوا ارسطو. المهم انه هلا بعالم كرة القدم وبالتحديد بدأت تنتشر حقيقة جديدة بتقول انه وراء كل لاعب سوبر ستار امرأة بتقوده للأمام أو بتوديه ب60 داهية. ما بدنا الستات يزعلوا، لكن هذا ما تقوله الأخبار. في القصص اللي صارت مؤخرا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي رفض عرض خيالي من الهلال السعودي وفضل عليه عرض من نادي انتر ميامي الأمريكي، تبين بعدين أنه مرته الست أنتونيلا كانت وراء رفض هذا العرض. وغير ميسي في كثير قصص عن زوجات تحكموا بمصير أزواجهم اللاعبين، البعض منهم فوتوهم بالحيط زي ما حكينا. فشو هي القصة يا ترى؟ مثل الزوجات برضو في أمهات صاروا نجمات في عالم الرياضة، وأكيد أول اسم بخطر ببالنا والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس، اللي كان لها تأثير كبير في اختيار ابنها للأندية اللي لعب فيها. أمه كانت سبب بانفصاله عن عارضة الأزياء الشهيرة الحلوة كثير إرينا تشيك، واللي كانت معترضة على وجود والدته بحياته. في آخر لقاء لهم في دبي من شي حوالي 10 سنوات، وبالتأكيد اختار القرار الصح رونالدو، اختار والدته. والدة كيليان مبابي، فايزة العماري، كانت العقل المدبر لتحويل وجهة ابنها من مدريد للبقاء في باريس سان جيرمان بأعلى رقم لاحتراف لاعب كرة قدم، وهناك الكثير. راجعين ما حنطول. بدي ارحب معي بضيوفي اليوم كابتن بهاء الدين يوسف، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا وسهلا يا كابتن، نورتنا. اهلا بيك يا لطفي وبكل مشاهدين قناة المشهد. موضوعنا ساخن اليوم كابتن، وبدي ارحب بنبأ الدباغ، مؤثرة على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. نبأ اهلا وسهلا فيكي وسعداء بوجودك معنا. أهلا بك يا أستاذ لطفي، وأهلا بجميع مشاهدين قناة المشهد. أهلا وسهلا. مع بداية الميركاتو الصيفي الحالي اشتعلت الشائعات عن وجهة عدد من أهم نجوم الكرة، هل يستمرون مع أنديتهم الحالية أم بينتقلوا لأندية جديدة؟ وطبعا كان الكل يتطلع للعروض اللي عم بتقدمها الأندية السعودية للنجوم. أهم اللاعبين اللي ربطتهم الأخبار بانتقال للعب في المملكة العربية السعودية كان ليونيل ميسي، ومعه زملائه السابقين في برشلونة بوسكيتش وجوردي ألبا، ومعهم الفرنسي كانتي اللي راح للاتحاد، والإسباني سيرجيو راموس اللي لهدا مش محدد كان وضعه، وغيرهم الكثير. لكن تقارير صحفية كشفت أنه كثير منهم متردد في قبول العروض السعودية المغرية بسبب رفض زوجاتهم. نتابع التقرير التالي. عروض مغرية لنجوم أكبر الأندية الأوروبية تلقاها اللاعبين من أندية سعودية، والرواتب تفوق بمراحل رواتبهم بأنديتهم الحالية. هاي العروض جذبت نجوم الصف الأول، وأولهم كان كريستيانو رونالدو مع النصر، وبعده كريم بنزيما وكانتي للاتحاد، وفيرمينيو للأهلي، وأيضاً النجم الكبير ستيفن جيرارد اللي أصبح في أعلى هرم فريق الاتفاق مدرباً للفريق، مع العلم أنه زوجته ما كانت موافقة على النقل. القائمة طويلة لنجوم قرروا الرحيل للسعودية، وفي نجوم آخرين غيروا وجهتهم في الأمتار الأخيرة بسبب اعتراض زوجاتهم، والمثال الأبرز ميسي اللي اختار نادي انتر ميامي المتعثر في الدوري الأمريكي على فريق الهلال. يعني اللي حصل مع ميسي غريب شوي، خصوصاً أنه الوجه الإعلامي لملف السعودية الترويجي. برجع لضيوفي وبدي أشوف ظاهرة تحكم الزوجات في مصائر أزواجهم اللعيبة واللي ظهرت في السنوات الأخيرة. شو الأسباب في رأيك كابتن بهاء؟ وقبل هيك بدي أسألك، هل زوجتك تتحكم فيك ولا لا؟ انا على فكرة بصور وانا قافل باب الأوضة عليا من جوه عشان ما تدخلش، يعني عشان ما تعرضش لاي احراج، عشان تاخد راحتك. عشان اخد راحتي، عشان كويس. لو سمعتني الكلام مش هيبقى لطيف. بص يا سيدي، لا انا بعتقد انه السنين الاخيره زادت الظاهره دي بشكل كبير قوي نتيجه العمولات الضخمه اللي بقى ياخدها وكلاء اللعيبه، وبالتالي بقى في كتير من الزوجات زي ما بنشوف بعض الامهات وبعض الاباء زي ابو نيمار وابو ميسي حتى نفسه بقى يتدخل في مساله، وابو جود بيلينغهام الانجليزي اللي راح ريال مدريد واللي رفض انتقال ابنه لليفربول وفضل عليه ريال مدريد لانه عايز الصفقه تتحسم الموسم ده عشان ياخد عموله تقريبا في حدود 15 مليون يورو.
فبقى فكرة العمولات الضخمة اللي بيتحصل عليها الوكلاء مغرية جدا للزوجات والآباء والأمهات إن هم يبقوا هم الوكلاء، وبالتالي يتحكموا في مصائر لعيبة الكرة اللي تبعهم يعني. في نفس الموضوع انه رغم انتقال رونالدو وبنزيما للدوري السعودي لسه في زوجات بيحتفظوا او بيتحفظوا على انهم يروحوا للمملكه العربيه السعوديه حتى يعيشوا هناك. نبأ برايك شو الاسباب اللي بتخليهم يتحفظوا؟ أكيد هي بيئة جديدة، تعتبر بيئة مختلفة بالأخير. نعرف إحنا يعني حتى من صار كأس العالم بقطر كان كثير من الدول الأوروبية ضد وجود كأس العالم بدولة عربية، لأنه بالأخير عندهم فكرة معينة عن دولنا العربية مع الأسف، وهذه الفكرة لحد الآن مستمرة. وإحنا نتكلم عن السعودية اللي يعتبر بلد متحفظ. رونالدو بدأ هذه الفكرة، ورونالدو بوجوده مع جورجينا نعرف إنه شو اسم رونالدو مع جورجينا متواجدين بالسعودية، ولكن الآن الموضوع يصير شوية طبيعي أكثر وأكثر. ولكن بالأخير بنتكلم عن ميسي، كانت هي رغبة زوجته أولا وأخيرا بأنه هي تفضل العيش بمكان ممكن قريب على الأرجنتين، مكان يعتبر قريب من عاداتهم وتقاليدهم، ولهذا قرروا الانتقال إلى هناك. يعني يمكن بين رونالدو وميسي ببين مين صاحب الكلمة في البيت ومين اللي بنقاد لمرته. بين رونالدو وميسي بدون تعليق، كيف يمكن ترويج الصورة الجديدة للحياة العصرية في السعودية بين مجتمع كرة القدم العالمي الآن؟ الصورة الجديدة للمملكة بدأت في الظهور باستقدام رونالدو، باستقدام كريم بنزيما، بمحاولة استقدام العديد من النجوم العالميين، باختيار ميسي سفير لملف السياحة السعودية، بالحفلات العديدة اللي بتقام في جميع أنحاء المملكة، بالصور السياحية للمشروعات الجديدة خصوصا مشروع نيوم وغيره. أعتقد أن هي مسألة وقت مش أكتر يعني. تحتاج وقت قليل. إذن الزوجة قبل الوطن أحيانا، كان هذا الشعار الألماني بيرد شوستر نجم برشلونة وريال مدريد في ثمانينات القرن الماضي، واللي كان يلقب بالملاك الأشقر. شو حكايته؟ شوستر كان من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ورفض الانضمام للمنتخب الألماني اللي كان مسافر لكأس العالم في المكسيك سنة 86 تلبية لرغبة زوجته جابي، اللي رأت أنه المشاركة مع المنتخب الوطني تضيع وقت باعتبارها أقل جدوى مادي من اللعب في برشلونة. وبالفعل سافر منتخب الماكينات دون شوستر وخسر النهائي أمام الأرجنتين. وحتى الآن هناك من يرى أن وجود شوستر في المباراة النهائية كان كفيل بتحجيم النجم مارادونا وترجيح كفة الألمان. بدي أرجع لضيوفي. هل انشغال النجوم الكبار في الملاعب والتدريب يمنح زوجاتهم مساحة أكبر في إدارة حياتهم خارج الملعب كابتن بهاء؟ ولو ما انشغلوش برضه يعني هل ده هيمنع الزوجات ان هم ياخدوا مساحه اكبر في اداره بيشغلوهم غصب عنهم؟ يعني هو احنا بنحاول نلاقي مبرر لطيف للازواج. نعم. عشان نبرر الفكره يعني. نعم. لكن هي انا بعتقد ان الاساس جزء منها طبعا فكره مدى انشغال النجم بالتدريب واللعب والكده، لكن في جزء تاني مهم هو قوه شخصيه النجم. بالنسبه لبيرن شوستر كان بيطلقوا عليه المدربين بتوع اودولاتيك وغيرهم، كان مدرب برشلونه، وبوب درفال مدرب المانيا، اطلقوا عليه لقب لطيف ان هو الفرخه في البيت. نعم. والبغبغان، لان هو في كل جلساتهم معه يردد ما تقوله زوجته. يعني هو واضح انه كان معدوم الشخصيه قدامها يعني. في كثير ناس هيك بعرفهم كابتن. بكل الاحوال هلا جابي صارت أول امرأة بتتحكم في مسيرة زوجها الرياضية. هل نبأ بتشوف إنها أفادته ولا أثرت عليه سلباً؟ يعني هي أحياناً تكون سلباً وأحياناً تكون إيجاباً. أنا صراحة أشوف عموماً شخصياً تدخل الزوجة في مثل هكذا قرارات، يعني عندنا كثير من الأمثلة السابقة، مو بس شوستر، حتى الكثير من الأمثلة مثل زينشينكو، ويعني صاحبته اللي كانت واحدة من الأسباب اللي دفعت بيب غوارديولا أنه يستبعد أصلاً من الفريق عموماً بعد تصريحاته اللي صارت بعد أن انتقدت غوارديولا. نتكلم على سمير نصري وكذلك صاحبته اللي كذلك كانت سبب بأنه يستبعد تماماً مدرب المنتخب الفرنسي من الفريق. فيعني
أحيانا مو شرط إنه هي تتحكم فيه، خلينا نقول وراء الكواليس، ولكن أحيانا تثير المشكلة أو تكون سبب بموضوع سلبي بالنسبة للاعب، من يكون من تعمل مثل هكذا تصريحات بتغريدة. الآن صار السوشيال ميديا يعني شيء بسهولة أنت تقدر تعبر عن آرائك. هل ممكن يكون تحكم الزوجة المبالغ فيه في حياة زوجها أو إدارتها السيئة واحد من أسباب الانفصال بينهم؟ هل البحث عن الشهرة سبب في محاولة الزوجة السيطرة على حياة زوجها الرياضي، خصوصا أنه أغلب الحالات بتكون الزوجة أو الصديقة عارضة أزياء أو إعلامية، وبالتالي الشهرة بتفيدها في عملها حتى بعد الانفصال؟ بدي أسمع إجابة على هذا السؤال الطويل منكم اثنين. تفضل كابتن بهاء. بالتأكيد الجزء الأولاني، بالتأكيد الشهرة وراء ظهور الزوجات العلني في حياة اللعيبة. يكفي أن أنا أقول لك مثلا أن جورجينا مرات صديقة رونالدو دخلها السنوي بيوصل ل 85 مليون دولار، آسف ثروتها 85 مليون دولار. نعم. ودخلها السنوي بيوصل ل 15 مليون دولار بسبب الإعلانات اللي بتعملها على انستجرام. مظبوط. أنتونيلا مرات ميسي بتتقاضى ما يقرب من 5 ملايين يورو سنويا بسبب الإعلانات، برضو بسبب الشعبية. وطبعا هذه الشعبية لم تكن موجودة، لم تكن لتكون موجودة يعني لولا ارتباطهم برونالدو ميسي. فده جزء مهم، انه الشهرة ثم العوائد المالية الضخمة كبيرة جدا. صح بالضبط. الجزء طيب. الأولاني طبعا تحكم الزوجة وإدارتها السيئة لحياة زوجها بيبقى أحد الأسباب المهمة للانفصال. ولنا في مثال واندا نارا وماورو إيكاردي خير دليل. هي الحقيقة دمرت المسيرة الكروية لجوزها. زي ما أنا آسف برجع بإجابة سريعة للسؤال اللي حضرتك تفضلت بطرحه على الصديقة نبأ. نعم. هل جابي أفادت شوستر أم ضرته؟ لا، هي فوتته بالحيط. الحقيقة كام واحد في هذا الوقت يفتكر برين شوستر اللي هو كان واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم طوال الثمانينات والتسعينات؟ لا أحد يتذكره. مقابل أن الناس تتذكر رومينيجا، تتذكر زيكو، تتذكر كذا. إبعاده عن المنتخب كان قرار في منتهى الأنانية. الزوجة فكرت في نفسها وفي العوائد اللي هتيجي عليها وعلى بيتها، ما فكرتش في مستقبل اللاعب. هنا ما كانش فيه إيثار، كان فيه أنانية شديدة. طبعا. نبأ، شو رايك بالزواج؟ نعم. نبأ، شو رايك بالزواج من لاعب كرة قدم مشهور بس عنده شوية فلوس؟ أنا شخصيا فكرة الزواج من لاعب أعتقد أنه بهاي الظروف تعتبر إشي مكسب كبير على صعيد الاجتماعي وعلى صعيد الشهرة والمال والدخل بالنسبة لأي سيدة. أكيد هذا الشيء. يعني مثل ما تفضل الأخ بهاء اتكلم عن جورجينا ويعني عن كيف استفادت هي شخصيا من هذا الموضوع. كذلك يعني أكيد مثل ما تكلم عن قصة واندا وإيكاردي والفضيحة اللي صارت واقعيا. حتى أنا أستشهد بمثال اللي هو جون تيري ووين. احنا مو بس نتكلم عن ممكن هو اللاعب نفسه يتأثر، ممكن اللاعب الشخص اللي هو نتكلم عن صاحبته الوين اللي كيف سرقها، يعني صار سرقها بوقتها جون تيري وراح وين وانتقل بعد أن يعني خلص ما يطيق وجود جون تيري وراح انتقل للسيتي، وبعدين بالأخير حتى يعني كل الكارير تبعه راحت خلص مع الأسف. جميل. إذن فاصل قصير مكملين بعده مع قصص لزوجات تحكموا بمصير أزواجهم اللاعبين. راجعين. هلا بالربع. بعض الزوجات ما اكتفوا بالتحكم في نجوم الكرة ولا بتدمير مستقبلهم الرياضي فقط، لكن في بعض الحالات قامت الزوجة بالاستيلاء على ثروة الزوج مستغلة ثقته فيها وتركت كل الأمور المادية في إيديها. وأنا عن نفسي مو مصدق الموضوع، لكن خلونا نشوف عفرة شو عندها تفاصيل أكثر. نعم كابتن، القصص كتيرة، ولكن أنا رح أحكي عن اللاعب الإيفواري إيمانويل إيبوي ظهير أرسنال الإنجليزي السابق يلي وقع بورطة كشف عنها عام 2017 لصحيفة ساندي تايمز البريطانية. زوجته السابقة أوريلي سرقت كل ثروته اللي جمعها من لعب الكرة بعد ما أوكل إليها أموره المالية لكونه ما كمل تعليمه،
وبعد الحياة بالفيلات والقصور والتنقل بالطائرات الخاصة تركت الزوج النجم السابق يكافح الفقر بلندن. ومن هناك وجه إيبوي نصيحة للاعبين الأفارقة بالاهتمام بالتعليم وإنهم ما يتركوا أمورهم المالية لزوجاتهم. برجع لك كابتن. شكرا عفرة. كابتن بهاء، هل يمكن وصف ما فعلته زوجة اللاعب الإيفوري إيمانويل إيبوي كأنه خيانة زوجية؟ لا طبعا خالص، حقها. امال ايه؟ لا، عايز تفوتني بالحيط انا شخصيا. بص، هو لا احنا ما بنقيس عليك لا. كابتن، انت نموذج مختلف، انت صحفي. انت صحفي. ارائي الجريئه دي هتكلفني كتير يا لطفي بعد كده. ما حدش شايفك. خلينا نتكلم بشكل عملي. احنا سمعنا القصه من وجهه نظر واحده الحقيقه، وجهه نظر نعم. ايمانويل. لم نسمع وجهه نظر زوجته. ربما يكون في بعض التفاصيل اللي ما اتقالتش هي وراء القرار ده. نمره واحد. نمره اتنين، انه ايمانويل إيبوي نفسه في 2018 اظن عاد للزواج مجددا، بما يوحي ان هو لم يكن يعني مشرد ولم يكن في هذه الازمه الماديه الطاحنه كما صورها. يعني هو طبعا اضاف بعض، عارف انت اللعيبه لما يدخل منطقه الجزاء وحد يلمسه فيقوم طاير في الهواء ويقع ويبالغ في ردة فعله عشان يقنع الناس ان هي ضربة جزاء. نعم. اعتقد ان ايمانويل إيبوي عمل كده، بالغ قوي في القصة عشان يكسب تعاطف الناس، ولو في حد نعم. يقدر يساعده او يقف جنبه او كده. تمام. طيب بروح لنبأ انه في حالة تراجع مسيرة لاعب الكرة لأي سبب، شو اللي لازم على الزوجة او يجب على الزوجة انها تعمله وحتى تبين انه هي وفيه وحريصه على زوجها؟ يعني اعتقد احنا بنتكلم على يعني حنجيب كمان رونالدو كمثال. بعد كل الحرب اللي صارت عليه اخر اشهر قبل ان ينتقل الى النصر، كيف كانت جورجينا على اقل شيء انه كانت تنزل منشورات خاصه لدعم كريستيانو رونالدو، بدعمه بالكلمات بكل هذه الامور. احنا نتكلم عن الواجهه الاعلاميه، ما عدا هي بالوقوف الى جانبه. بالاخير موضوع انتقال الى السعوديه للاعب بقيمه كريستيانو رونالدو كانت خطوه جريئه، وخطوه ممكن كانت انه تكون صعبه لو هي ما دعمته بالموضوع. واكيد اول اشهر كانت صعبه بالنسبه لجورجينا بالانتقال إلى بلد مختلف تماماً بالعادات وبالتقاليد. حلو، موضوع مهم جدا، بدي أسمع رأيك ورأي الكابتن بهاء فيه، وهي خيانة كورتوا لدي بروينا مع مرته والعلاقة اللي صارت بينهم بعدين بمنتخب بلجيكا. شفنا آخر مباراة في مباراة السيتي وريال مدريد، حسينا الجول اللي جابه دي بروينا بكورتوا كأنه غل، كأنه بنتقم منه. فعلا يعني بالاخير يعني هذا لحد الان في فتور بالعلاقه بيناتهم يعني، واحنا ما نعرف اصلا خلف الكواليس واقعيا شنو اللي صار بينهم. بالتاكيد. طب كابتن بهاء، لاحظنا انه في حديث بين دي بروينا وبين كورتوا بعد المباراه، وكان الناس كلها مستغربه. هي ممكن يبقى حديث عتاب. انا بس ممكن نعدل الاجابه شويه او نعدل السؤال، نقول ان تاثير الستات ايه على المنتخبات الوطنيه. يعني اكيد احنا شفنا منتخب بلجيكا في المونديال قطر ظهر بشكل باهت جدا لا يتناسب مع التوقعات اللي كانت موجوده عليه، وغالبا زي ما دي بروينا نفسه اشار خلال المونديال الى وجود فرقه داخل غرفه الملابس بسبب الاحداث دي. شفنا قبل كده جون تيري وزميله لما خان مراته. شفنا قبل كده منتخب انجلترا المشارك في يورو 2016 لما يعني ودع بشكل مبكر مفاجئ بسبب الخلافات بين زوجة جيمي فاردي وزوجة واين روني، واللي وصلت للمحاكم لاحقا. يعني فعارف انت في مثل بيقول لك يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. نعم. فهو يعملوها الستات ويقعوا فيها المنتخبات. بدي أسألك، هل طبيعة المجتمعات العربية بتمنع الزوجات من القيام بدور كبير في إدارة حياة أزواجهم؟ بالتأكيد طبيعة المجتمعات العربية المحافظة هي بتبقى وراء تراجع دور الزوجة على الأقل في العلن في التحكم أو إدارة شؤون زوجها اللاعب الكرة.
وعندنا امثله اللعيبه كانت زوجاتهم بتظهر حتى من غير تحكم في مصائرهم، لكن مجرد ظهور الزوجات العلني بشكل مبالغ فيه كان بيتسبب في احراج شديد للنجم. يعني بعيدا عن الاسماء، مش عايزين نقول اسماء عشان ما نحرجش حد، لكن كل الناس كانت ملاحظه، يعني سواء في مصر سواء في الجزائر سواء حتى في المملكه وفي غيرها. يعني فظهور الملفت للزوجه، زوجة اللاعيبة العرب، بتتسبب في يعني الكثير من المشاكل. ولينا في الموقف أخير يمكن زوجة اللاعب النجم السعودي سالم الدوسري لما ردت على مشجعة سعودية عقب مباراة الهلال وأوارا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا. المشجعة كانت غاضبة ووجهت لها كلام قاسي، فردت عليها قالت لها حسبي الله ونعم الوكيل وليه شو الغل اللي في قلبك وكده. وده أثار كتير من الجدل في السعودية على هل من حق الزوجة سالم الدوسري ترد على مشجعة بهذا العنف، رغم أن المشجعة برضو لم تكن يعني تتكلم بلطف أو بهدوء. يعني تمام. بدي أروح لنبأ، هل تعتقدي أنه زواج النجوم العرب المقيمين في أوروبا من زوجات أجنبيات أفادهم أم أضرهم، خصوصا بقصة حكيمي ورياض محرز اللي خانته زوجته وهذا اللي طالبت لما وقفت إلى جانبه في الأزمة اللي حصلت مؤخرا؟ أكيد يعني بالأخير ثقافتين مختلفتين بالنسبة للاعبين، خلفيات مختلفة. نتكلم على طبعا زوجة حكيمي اللي نقول احنا، يعني أنا كبنت أقول للحكيمي برافو عليك على الشيء اللي سواه، انه هو كان مأمن كل الفلوس وكل ممتلكاته عند والدته. الان اللاعبين اصبحوا يعني خصوصا نتكلم عن اللاعبين العرب باوروبا عندهم فريق اخصائي متكامل بمثل هذه الامور، يعطيهم هذه الخبرات، فصاروا اكثر خبره بمثل هذه الامور بعكس يمكن السنوات السابقه، وحتى بعكس اللاعبين العرب اللي يكونون متواجدين في المنطقه العربيه، بغض النظر عن انه مجتمعنا المحافظ اللي يمنع انه تواجد الزوجات كثير ويظهرون كثير اعلاميا او حتى هم بدون خبره. نتكلم كاداره نعم. شؤون اللاعب، ولكن اللاعب العربي في اوروبا صار عنده فريق هو اللي يشتغل على هذه الامور. نتكلم عن الاسماء الكبيره مثل صلاح ولا محرز ولا حكيمي ولا غيره. بالتاكيد. بدي اشكر نبأ الدباغ المؤثره في السوشيال ميديا والاعلاميه، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. شكرا. وبدي اشكر برضه الكابتن بهاء الدين يوسف نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. شكرا كابتن بهاء. تصور انه بعض الزوجات تسببوا في قطيعه بين ازواجهن والمنتخبات في بلادهم بسبب سوء التصرف، مثل وهيبه بالهامي زوجة بلال ريبري اللي هو فرانك ريبري لاعب منتخب فرنسا واللي كان يلعب بالبايرن، اللي تسببت في تعرضه لحملات كراهيه بعد ما حضرت مباراه منتخب الديوك في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا وهي تحمل علم بلدها الجزائر بدلا من علم فرنسا. كمان أنارا التانيس صديقة سمير نصري تسببت في إبعاده عن المنتخب نهائيا بعد ما قامت بسب المدرب ديدي ديشام بعد ما استبعد نصري من التشكيل المشاركة في مونديال البرازيل عام 2014 ليقرر المدرب عدم الاستعانة بهذا اللاعب مجددا. وراء كل لاعب متبهدل يمكن تكون امرأة. مع السلامة.